في الفيديو ده. طلع في الفيديو. الراجل ده من انضف الشخصيات اللي في مطروح يا جماعه حبيبي والله. وانا مبسوط ان انا قابلته صدفه وكان نفسي من زمان بجد 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 ان انا اعمل معاه حاجه. حبيبي يا زلمه ناقصك اي حاجه منورنا. ايوه الله يعزك يا معلم. والله يا اصلا. ازيكم يا شباب وعاملين ايه؟ الفيديو انا عايز ابداه حماسي بس انا حزين من جوايا يا جدعان. حصلت معايا مشكله كبيره عايز احكيها لكم. المشكله بتاعتي يا جدعان ان انا بعد ما نزلت الفيديو اللي فات وكنت فرحان بالشبشب وبقول لكم مش عارف ايه، انا شبشبي اتسرق يا جدعان. يا دوب دخلت اتغديت طلعت ما لقيتوش يا جدعان. مش عارف الناس اللي بتسرق الشباشب ايه كيفها في ان هي بتسرق شباشب. انا بس انا بشتري كل اسبوع 4 شباشب. المشكله في عمارتي اللي انا ساكن فيها تقريبا، او مشكله في شباشبي انا عشان هي بتبقى فجره اخر حاجه. خلينا بقى في الشبشب ابو 25 جنيه عشان لو اتسرق ما ابقاش حزين عليه. خلينا نبدا الفيديو بقى عشان عايزك في موضوع مهم. يلا الفيديو بتاع النهارده يا جدعان فيه 3 مواضيع مهمين جدا. وانت جاي تصيف اهم حاجه انك تبسط طفلك، بس انت وانت بتبسط طفلك في حاجات انت بتعملها بتضايقنا منك. فانا عايز اقول لك ايه الحاجات اللي بتضايقنا عشان ما تعملهاش وانت بتصيف. وفي نفس الموضوع عايزين برضو نوريكم الشواطئ العاديه اللي مش معروفه في مرسى مطروح، جوده الميه فيها عامله ازاي. فالفيديو بتاع النهارده فيه كذا موضوع مهمين بالنسبه لك، فخليك معانا في الفيديو بتاع النهارده عشان فيه حاجات مهمه. لو انت ما اتفرجتش على الفيديو هتفوتك، خليك معانا. يا جدعان بيحصل في مطروح تطورات من فتره للتانيه. من ضمن التطورات ده اللسان الكبير اللي انت شايفه ده. اللسان ده عشان يتثبت كده لازم يحطوا له صخور اللي انت شايفها اللي انا واقف عليها دي. فالصخور دي تلقائيا كده بتعمل حاجات خضرة كده وبتخلي الميه جودتها مش حلوه. ده في اي مكان تاني، لكن في مرسى مطروح مختلف الكلام تماما. هنا جودتها افرز من اي جوده تانيه. بصوا الميه عامله ازاي. هنا جوده الميه ملهاش حل يا جدعان. في شاطئ مش معروف، ميه خطيره خالص. شايف الصخور من تحت الميه؟ لو في سمكه بتعوم ممكن نشوفوها عادي برضه. الجودة بسم الله ما شاء الله. ربنا وهبنا بميه مش موجودة في أي مكان في مصر غير في مرسى مطروح. شايف الشبشب من تحت الميه؟ هات لهم الشبشب. أهم حاجة الشبشب. يلا عشان يتسرق هو كمان. أهو. أصلي أنا لو صورت لك من فوق الميه ممكن تقول لي إيديت ومش إيديت، فأنا لقيت واحد بيغطس هديله الكاميرا ينزل بيها تحت الميه عشان أوريكم الأماكن اللي تحت الميه فجرة إزاي. خالو عايزينك توريهم المناظر اللي تحت الميه. انزل بس إيه الصخور دي كده. تمام؟ في سمك؟ في سمك. ماشي ظبط الكلام. يلا تحت الميه بقى. انزل عادي. تمام. اصلي عايز اشوف الصوت واضح ولا لا، عشان الكاميرا بعد ما بتنزل في الميه مش عارف الصوت بيبقى واضح، فانا بسجل الحته دي عشان اشوف الصوت. فلو تم الصوت هحطها في الفيديو. فعزيزي الضيف الكريم اللي عندنا في بلدنا، لما تلاقي حد بيبيع حاجات على البحر وكده ما تفضلش توقفه وتقول له دي اساسا مش عارف بكام وتطول معاه لدرجه ساعتين وهو عايز يلحق يبيع حاجه. فانت بتفضل تهاتي معاه وعلى اساس ان هو اللي صانع الحاجه، هو جاي من بلده ياكل عيش. فانت ما تتقلش عليه الامور، خليه ايه يحب الشغل، ما تعقدوش فيها، عشان هو انت لما بتوقفه كتير ما بيلحقش يبيع. فانت يا ريت لما تلاقي واحد شبه دول تنفع على طول يا معلم، تشتري على طول. انا عايزين نسالك سؤال يا زميلي، انت جاي من فين؟ جاي من البحيرة. جاي ليه؟ اشتغل عشان تاكل عيش صح؟ تمام. فيا ريت اللي قبله يا جدعان يشتري على طول، فكك بقى من انك تفضل تفاصل معاه والواحده مش عارف ايه، زي ما يقول لك اشتري على طول. فاحنا هنشتري يا زميلي عشان نشجعه ايه المنتج الصيفي. طب كام الواحده؟ ليه يا عم الواحده باتنين؟ هنفاصل زيهم. لا دي حته من الفيديو. امسك يا زميلي. عايز ب5 جنيه. زي ما انت بتهتم بطفلك وبتدلعه دلع الناس برضو، دول اطفال ومحتاجين يتدلعوا، فدلعهم احسن لك. بس يا معلم حبيبي يا معلم، حبيبي يا معلم، خد ال10 يورو حبيبي. هي يا جدعان في الاول وفي الاخر غزل بنات، يعني مش بيعمل حاجه. فانت ايه تشجعه كنوع من التشجيع، ولا هتاكله ولا هيبسطك ولا حاجه انا عارف. بس انا مش بتكلم على غزل البنات بس، طبعا هم بيبيعوا كذا حاجه، في بيبيعوا فوط، في بيبيع نظارات. فانت ما تهاتيش معاه، اشتري على طول يا عم. ده انت لو عايز تشتري، فلو مش عايز تشتري ما توقفوش اصلا. فهمت ولا ايه؟ اقفل بقى. زي ما انتوا عارفين يا جدعان ان انا مش ببقى محضر اي حاجه من الفيديو اللي انت بتشوفه ده، انا بنزل وزي ما بتيجي. فانا دلوقتي وصلت الفندق نجرسكو وقاعد في الكافيه بتاعه ورايح منطقه الاغنياء. اصل مطروح دلوقتي اتحولت منطقه اغنياء ومنطقه عادي طبقه الشعب العاديه اللي هي شارع اسكندريه. فانا دلوقتي رايح منطقه البوسيت، منطقه الاغنياء اللي ما بتقفلش خالص. يعني الناس اللي في شارع اسكندريه بيقفلوا الساعه 11 وهنا ما عندهمش كورونا وهيعيشوا لحد يوم القيامه. فاحنا رايحين نصور لكم الحبشتكنات اللي هناك والحاجات الفجره اللي انا اساسا ما بتشغلنيش وما بروح لهاش، بس انا رايح عشان اوريها لكم انتوا. فخليكم معانا لنهايه الفيديو. انا كواحد من مرسى مطروح مفروض اي حاجه جديده تفتح في مرسى
لازم اروح اجربها بقى ومش عارف. بس انا يا جدعان من كتر ما شفت حاجات حلوه ما بقتش اشوف حاجات حلوه، فمقضيها عادي بقى، شبشب وتيشيرت معفن وبنطلون ما فيهوش سوسته، بس عادي مستمتع بالحياه، مستمتع بالحياه. والنضاره بتاعت صاحبي اللي بيصورني والله ولسه شاريها، انا استخدمتها اكتر منه، فمصلحه يعني، والفيديو بيكمل وبيبقى حلو. احلى مسا عليك. طبعا انت الفضول بياكلك، عايز تعرف مين صاحبي اللي انا واخد منه النضاره واللي بيصورني طول الفيديو. فيجو 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 صاحبي اللي هيصورني الفيديو بتاع النهارده، صدفه جميله، فخليكم معانا بقى ايه، استمتعوا معايا. ليه انا ما ينفعش اقعد في كافيهات نظيفه وكده؟ انا هقول لك ليه، تعالى معايا. بص منظر الكافيه، طبعا الكافيه جامد وبتاع، مش هينفع انت تقعد هنا وتطلع علبه سجاير كليوباترا، السجاير الفرط، ما فاهم؟ فانا نمشوا بقى نروحوا قهوه جالون زي ما قلت لكم يا جدعان. فكك، طول ما انت ماشي بتلاقي كافيهات اجمد وكافيهات احلى، فانت بص الكافيه ده برضو، بس دي المشكله، دي مش هينفع تقعدك هنا. يلا يا رب. طبعا انا يا جدعان بتفقد المكان، شبهي شبهكم بالظبط. اول مره اجي بعد التعديلات الجامده اللي حصلت، كنت باجي لما كانت صحراء هنا، دلوقتي في تطورات حصلت. شايف الشكل اللي هناك ده؟ احلى مزه. قول لنا حاجه في الفيديو، انت فين؟ عينك فين؟ باي واحده باي. الشاشه دي في يوم من الايام فيديوهات هتتعرض عليها لما ابقى مشهور. هنا بيقدروا المشاهير بس. مرسى مطروح المفروض انا اتحط بقى صح، بس المشاهير بس. حمو بيك. ها انا كاسلام محمد لما كنت بتفرج على اعلان مدينتي واعلان بقى الشيخ زايد ان 92، كنت بشوف الاماكن اللي هي منوره وشكلها جميل دي. تعالى نتفقدوا مع بعضينا عشان تحس ان انت برضو ايه، شبه اسلام كده، فقير خالص. اي حاجه بتفتح جديده يا جدعان تلاقي فيها اجنبي عزه واخد وضعه، هو عايش على الاسم، لكن الايس كريم جوده عاديه خالص يعني. انا جربته، الله يبارك للي هياكل منه. كيمو كونو بالنسبه لي تمام قوي. ايوه مرحبا. فيا جدعان الاماكن اللي شبه دي لازم تبقى لابس لها زي الرسمي، فانا لابس الزي الرسمي. ورينا لو طبعا المكان اللي انتم شايفينه طوب احمر ووحش ده هيتحول دلوقتي. جاهزين؟ انا كواحد شبهي بقى بخش الاماكن دي ومعايا حمايه اللي هي الكاميرا، اصور المكان وما اشتريش اي حاجه، امشي على طول، بس المكان جامد. حمام. طبعا انا كيف حمامات، فعايز اوريكم الحمام. حريمي. حمام جامد. صور هنا بقى ورحت الحريم. ايه ده، انا دخلت حمام الحريمي، انا اسف يا جدعان. العظمه عايزه مننا ايه يا جدعان؟ كافيه جامد يا جدعان، اول مره اخش كافيه بالنظافه دي. هل دي مرسى مطروح؟ لسه المستقبل يرحب بنا. طبعا انا اقدر اطلب واحد شاي واقضيها تفشيك 24 ساعه، بس مش هطلب الشاي وهفشك براحتي. انا كل ده بفشك من غير ما اطلب حاجه، تخيل. عشان انبساط طفلك اهم حاجه، عملنا لك المكان ده فوق الكافيتيريا. عارفين الاطفال بتعوز تكبر بسرعه، فعملنا لهم مطبخ يقدروا يطبخوا فيه اي حاجه هم عايزينها. طبعا الدنيا بتعلمك حاجه، انك ما تاخدش بالشكليات. شايفين الفندق الجامد ده ساعه الافتتاح يا جدعان عمل حفله قيمه خالص، جاب حماده هلال ومصطفى قمر اللي سقطيه، وبعد كده جاب حمو بيكا وعلي الدور، عشان تعرف ان الشكليات مش مهم. فين تامر حسني، فين عمرو دياب، فين محمد منير. فندق جامد شبه ده، المفروض ايه، نظبطوا الكلام ولا ايه؟ طبعا انا جيت المكان هنا مش عشان اصور لكم الفندق والاماكن اللي انتم شفتوها دي، انا جاي اساسا لصاحبي هنا اسمه عمرو الهادي، فاتح مشروعه جديد، وانا جاي ابارك له واصوره لكم، فخليكم معانا لحد ما نوصل لعمرو الهادي. الف مبروك يا ريس عمرو. حبيبي يا ريس، الله يسلمك. فانا يا جدعان الحمد لله على السلامه، وصلت عند صاحبي عمرو الهادي اللي انا جاي اساسا المشوار ده كله عشانه. طبعا انا بشجع المنتج المطروحي، صاحبي وفاتح محل، حاجه اعمل له دعايه ببلاش واحلى مسا عادي. ايه يا معلم عمرو، شايف الدج ولا مش شايف؟ شايفها خالص. موت يا موت. صورت الصورة يا زميلي؟ لا
فكده يا جدعان يبقى خلص الفيديو بتاع النهارده. المنطقه دي منطقه اغنياء وانا مش جايه معايا بصراحه، فانا منطقتي كيلو 7 والعزبه الغربيه وشارع اسكندريه، يلا بينا هناك بقى. وكده يبقى خلص الفيديو. لو عجبك اعمل لنا لايك، لو ما عجبكش شكرا عشان توصلت لحد هنا. سلام.